خريطة إسبانيا التاريخية تفضح أكاذيب الكبرانات وتظهر بالملموس حدود المغرب التاريخية التي تؤكد من جديد مغربية الصحراء الشرقية. وفي التفاصيل هكذا أظهرت خريطة إسبانيا قديمة الحدود التاريخية للمملكة المغربية الشريفة. الخريطة تضم الحدود الحالية للمغرب وكافة التراب الموريتاني إلى حدود السنغال وشمال غرب مالي وكامل الصحراء الشرقية إلى منتصف الحدود البرية لدولة مالي. مع العلم الدستور المغربي ينص على الحدود التاريخية الحقة. وبخصوص الموضوع كشف المعلق الرياضي الجزائري بقنوات بين سبورت حفيظ الدراجي لسان حال النظام الجزائري عن خوف سلطات الجارة الشرقية من شروع بعض المواطنين المغاربة بالمطالبة رسميا بالصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر حاليا. وقال الدراجي في حديثه عن الصحراء الشرقية التي يطالب بها بعض المغاربة دون الإشارة إلى الموضوع بشكل مباشر: من يزعم أن لديه شبرا من الأراضي استولت عليه الجزائر ويطالب باسترداده، نحب أن نذكره أن كل حبة رمل حررتها الجزائر كانت مقابل وديان من دماء الشهداء، حسب تعليق الدراجي. وأضاف بوق الكبرانات الدراجي قائلا: ونقول له لولا احترامنا لمبدأ أممي ينص على ضرورة الالتزام بالحدود والاتفاقات التي وقعناها مع كل الجيران بعد الاستقلال لطالبنا بأراضٍ كانت جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي واستولى عليها الغير، مسترسلا: استريحوا وخلونا ساكتين أفضل. ويأتي حديث الدراجي عن هذا الموضوع الحساس بالنسبة للنظام الجزائري بعدما شرع عدد من المواطنين المغاربة في مناقشة ضرورة مطالبة المغرب بالصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر بعدما حسمت المملكة المغربية نزاع الصحراء المغربية لصالحها بحسبها. وبخصوص ردود فعل المغاربة فقد علق أحد النشطاء المغاربة ردا على الدراجي قائلا: نقول لهذا البوق الذي أصبح يحشر أنفه في كل شيء: هل كانت هناك دولة جزائرية؟ الكل يعلم أن الجزء الشمالي لما سمته فرنسا الخبيثة الجزائر هو الذي كان تحت سلطة الأتراك لما يزيد عن 300 سنة، وحولوه لفرنسا لتبسط سيطرتها عليه لأكثر من 130 سنة، وضمت له أراضي مغربية وليبية وتونسية ومالية ونيجيريا التي استعملتها لتصنع منها ما أسمته حاليا بالجزائر بمرسوم وتقرير مصير في سنة 1962 بعد استفتاء الشعب الفرنسي.